السلام عليكم واهلا وسهلا من جديد ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى انكم تكونوا كاملين مزيانين ونلقاكم هذا الفيديو هذا وانتم تكونوا في تمام الصحه والعافيه. وبالنسبه للفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نصايب معكم فيه هاد الفقيقسات هادو اللي غادي يكونوا مختلفين على الفقاس اللي مولفين كنوجدوه. غادي نصايبوا ان شاء الله بالشكلاط، غادي يجي مختلف لا في الشكل ولا في المذاق، كيجي زوين وكيجي لذيذ بزاف. وغادي نوريكم الطريقه ديال التحضير ديالو مع الاسرار ديال النجاح ديالو، كيفاش ما غادي يديروا باش ما غاديش يتهرس معكم في التقطاع وباش ما يتشققش لينا في الفران. فكما العاده غادي نخليكم مع المقادير والطريقه ديال التحضير، وفضلا وليس امرا قبل ما نبداو اذا كنتم مازال ما اشتركتوش في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس باش تبقاو دائما توصلوا بالجديد. ونبداو الفيديو ديالنا بسم الله على بركه الله. صافي غادي نبداو على بركه الله. بالنسبه للطريقه راه سهله، ما فيها لا كتة الماء ولا حتى شي حاجه. غادي ناخذوا المولينكس وغادي نخدموا فيها المكونات كاملين سواء اللي عندنا. غادي ناخذوا مولينكس، غادي نديروا فيها 4 الحبات ديال البيض. تقدروا ديروا نصف المقادير، ولكن هاد 4 ديال الحبات ديال البيض يعني كيخرجوا لنا كميه اللي هي معقوله. درت هنايا 4 الحبات ديال البيض. نكهت باش نحيدو نتا الزفوريه ديال البيض درت هنايا الفاني. وعندي هنايا كاس ديال العنبه ديال سكر سنيده. غادي نخلطوا هاد المكونات هادو مزيان في الخلاط الكهربائي، ولا تقدروا ديروهم هكايا بالباطو. المهم حتى بحال غادي نخدموا الجينواز، يعني هاد الجوج ديال المكونات خصهم يتخدموا مزيان مع بعضياتهم حتى داك البيض كيتغير اللون ديالو وكيتضاعف الحجم ديالو. صافي حتى كيولينا البيض على هاد الشكل هذا. صافي هنا فاش خدمنا السكر السنيده والبيض، هنا غادي نضيفوا باقي المكونات اللي هما عندنا كاس ديال العنبه ديال الزيت، وغادي نضيفوا نص كاس ديال الحليب ولا كاس صغير. هنايا اللي تيكونوا خلاص المكونات تيكون عندنا بدرجه الحراره ديال المطبخ، تنكونوا بحال دابا الحليب جابرينو على قبل. كنديروا هنايا نصف كاس ديال الحليب. عندنا هنا ياغورت بالذوق ديال الشوكولا. بالنسبه لهاد الياغورت هذا اذا كان متوفرش عندكم انكم يمكنكم تستغناو عليه، غير هو تيعزز لينا هذيك النكهه وصافي. اذا كان متوفرش فراه ماشي مشكله، ما يعني ما تيكونش شي فرق اللي هو كبير. من بعد هنايا غادي نضيفوا واحد كميه ديال الشكلاط. المهم هنايا تقريبا واحد 4 ديال الحبات داك البديل ديال الشكلاط، دوك المرصويات قطعتهم هكايا باش يطحنوا ليا دغيا. هنايا غير باش كنعزوا الذوق ديال الشوكولا. وعندنا هنايا 2 معالق كبارين ديال الكاكاو، تيكون عندنا من النوع الجيد، ولا 2 ديال الساشيات ديال اللي كيتباعوا في الحانوت ديال الكاكاو. وعندي هنايا واحد الملعقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان. انا هنا غادي نزيد من هذه الملعقه هذه حيت صغيره بزاف، درت منها 2 معالق ديال الاكله. ديروا معلقه صغيره. القهوه كتعطينا واحد المذاق اللي تيجي خطير بزاف. وهنا وانا كنطحن هذا الخليط هذا، عرفتو كتطلع واحد الريحه واعره بزاف. داك الريحه ديال القهوه وديال الشكلاط كتجي واعره بزاف. المهم خديت هنايا واحد القصريه فاش غادي نخدم، ولا اناء اللي تاخذوا اي اناء فاش غادي تخدموا. وهنايا غادي نفرغ فيه هذا الخليط هذا. راه تيتخدم يعني ما كنتعطلوش فيه، ودغيا كنسربيه وما فيهش كثره الماعن. المهم خديت هنايا واحد كاس ديال اللوز اللي قطعته دواور. ما كنديرش انا اللوز صحيح في الفقاس، كنقطعو دواور باش كيعاوني في التقطاع وما كي وتا الفقاس ما كيجي صراحه كيتهرس ليا. المهم هنايا غادي نحاول انني ندخل داك الفقاس في هذا الخليط هذا، وغادي نخليه واحد 10 ديال الدقائق هكايا كتيفزك الفقاس. ما كنفزقوش، كنخليه في هاد كيفزق في هاد الخليط هذا. صافي هنايا من بعد خديت هنايا الدقيق، وغادي نبقاو كنضيفو هنايا تدريجيا وانا كنخلط كنجمع الخليط ديالي. غادي نبقى كنضيف هنايا الدقيق تدريجيا، وما كنساوش واحد رشيشه ديال الملحه لتصحيح الذوق كنضيفها هنايا مع الدقيق. وصافي وانا كنخلط هكايا وكنبقى كنضيف الدقيق. بالنسبه للكميه اللي عندي فراه كتبقى على حسب يعني الحجم ديال البيض، وكتبقى حتى على حسب البيض واش كيتشرب ولا لا، وعلى حسب الدقيق واش كيتشرب ولا لا. المهم صافي بقيت كنجمع هنايا. بالنسبه للعجينه حتى كنتحصلوا على هذا القوام هذا، يعني كنبقاو كنضيفوا الدقيق حنا كنجمعوا العجينه حتى كنتحصلوا على هذا القوام هذا. بالنسبه للفقاس ما خاصش العجينه تكون قاصحه نهائيا، خاصها فاش تجمع لينا غير كتجمع كنبقاو كنلقاو ديك العجينه كتلصق. صافي باش هكا ما كتفرقعش لينا في يعني باش ما كيتفرقعش لينا البودان ديال الفقاس في الفران. ونسيت ما قلت لكمش راني ضفت مع الدقيق
ضفت واحد كيس ديال الخميره ديال الحلويات. المهم ما درتوش كامل، خليت غير واحد شويه، يعني ضفت اكثر من النص، حيت النهار اللي صيبته فيه كان الحال سخون، فعلى داك الشيء ما درتش داك الكيس كامل، خليت غير واحد شويه. المهم صافي هنايا شكلت واحد البودان كبير ديال العجينه. وهنايا غادي نجيبو شي حاجه هكايا باش غادي نبقاو كنتقسموا. على حسب اللي بغيتو تقسموا عجينه ديالكم على 4 ديال الاجزاء باش تشكلوا 4 ديال لي بودان ولا اللي بغيتو. المهم انا غادي نقسمها غير على 3 باش غادي نصيب غير 3 ديال لي بودان. وصافي هنايا كل جزء ولا كل قطعه غادي نشكلها هكايا على شكل بودان. وانايا كنشكلها، كنبقى كنحاول انني هاد البودان هذا كنخبطو هكايا مع سطح العمل باش داك اللوز كيدخل مزيان في العجينه، ما كيجيش عندنا داك الفقاص من الداخل فيه الخويات. وكنبقى كنزيرو، انا كنشكل داك البودان وانا كنضغط يعني مزيان على داك العجينه باش كيدخل داك اللوز في وسط من العجينه وما كيبقاوش عندي كيف قلت لكم الخويات. صافي كنبقى غادا نكمل على هاد الطريقه هذه حتى كنكمل هاد العجينه كامله اللي عندي بنفس الطريقه. هنا كنجيبو شي سباتولا ولا شي حاجه باش كنعاونو بها باش نهزو الودان ديالنا، حيت كتكون العجينه خفيفه وكتلصق. وهنايا كنديرو ضروري كيكون عندنا الورق ديال الطبخ باش ما تلتصقش لينا. وواخا كنديروها يعني فوق من اللاط اللي غادي ندخلوها للفران، كنعاودو نوليو نقادو لها الشكل ديالها. المهم صافي انا غادي نكمل هاد الكميه هذه اللي عندي. بالنسبه لهاد الفقاص هذا راه يعني ما غنحتاجو لا ندهنوه لا نزينوه لا حتى شي حاجه من الفوق، غادي ندخلوه هكايا حيت ديجا اللون ديالو قهوي كيف بحال هكايا، فما غاديش نحتاج انني ندير له البيض. وهنايا قبل ما ندخلوه الفران غادي نجيب واحد العود ديال السنان ولا كيردون كيف بحال هكايا، وغادي نثقبو باش واخا كنخليو يعني كيتهوى. وهاد الطريقه حتى هي عندك هاد الطريقه هادي والخماره والطريقه ديال الطهي ضروريين في الفقاص. صافي هنايا فاش ثقبتو غادي ندخلو للفرن. كندخلو على الفران اللي تيكون بارد وكنشعل عليه واحد النار اللي مهيله 150 180. المهم كنشعلو عليه يعني الدرجه اللي كتكون عندنا الاخرى. صافي كنديروه في الرف الفوقاني وكنفسوا عليه الفران، يعني ما كنسدوش عليه الفران، ضروري نكاليو الفران بشي حاجه وكنخليو الباب ديال الفران محلول. وصافي فاش كيطيب الفقاص وهو سخون كنديروا عليه واحد البلاستيك ولا كنلويو عليه السلوفان وكنديروا واحد الفوطه اللي كنفزقوها ما تنعصروهاش مزيان، يعني كنقصوا عليها الماء وكنحطوا عليها باش كترجع عليه داك السخونيه وتيبرد لينا. هذه الطريقه حتى هي كتخلي ان الفقاص ديالنا كيجي ناجح وما كيتهرش. المهم انا هنايا الغد جاي خليته بات ليله كامله. المهم هو ضروري انه يكون برد مزيان عاد باش كندوزو نقطعوه. تقدروا تقطعوه مثلا تصايبوه بالنهار تقطعوه في العشيه، المهم خصو يكون بارد. انا هنا خليته ليله كامله. المشكل اللي وقع لي هو انني درته في الفران في الرف الفوقاني وتكالى ليا مع داك التيو ديال العافيه وداروا لي تما واحد جر ليا العجينه، يعني تخسر في الشكل هنايا. ولكن اللي في التقطاع وداك الشيء راه ما لقيتش صراحه معاه المشكل. انايا ما ديروش بحالي، ما ديروش كاع الفوق بزاف، انا سهيت ودرتو في ديك الدرجه الفوقانيه كاع بعتو يعني على العافيه وتقاس لي مع داك التيو الفوقاني. صافي دابا غادي ندوزو باش غادي نقطعوه. غادي ناخذ واحد الموس اللي تيكون ماضي مزيان وسنبداو تنقطعوه بالشكل اللي بغينا، يا اما كنقطعوه نيشان يا اما تنقطعوه مايل. غادي تشوفوا معايا انه راه ما تيتهرس ما حتى شي حاجه، غير تبعوا الطريقه وتبعوا المقادير والمراحل راه هكا غادي يجيكم ناجح واخا تكونوا اول مره غادي تصايبوا الفقاس. صافي هنايا ساليت هذا البودان هذا الاولاني كي شفتوا راه متهرس، يعني ما طاح لي لا تفرتيت لا حتى شي حاجه كيما حطيتها كيما بديت كنقطع راكم شفتوا ما تهرسوليش كاع الفقاس. المهم صافي هنايا كنكون في هذه المرحله ديال فاش كنبدا كنقطع كندير الفران كيسخن على 200 درجه الفوق والتحت. وهنايا البودان اللي ساليتو كنديرو هنا في اللاطه ديال الفران كنست فيها. حاولوا انكم تبعدوهم شي شويه، المهم غير شي شويه ماشي بزاف. وصافي كندخلوهم للفران كنبقاو مقابلينهم حتى كيطيبوا طيبه ثانيه كيما هذا البودان هذا وين كنوقع لي فيه داك المشكل من داك الجهه الفوقانيه لا لاحظتوا هذا وواحد اخر. ولكن اللي في التقطيعه ما جاش باين وحتى في التزيين ما جاش باين. المهم غير داك بحال فاش قطعت دوك الربعه اللي غادي نقطع الاخر هما اللي جا فيهم داك شويه ديال العجينه بحال مجموعه، ولكن في التزيين راه ما جاش باين نهائيا. وها هو الفقاس ديالنا من بعد ما طاب وجد كيجي على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا.
وراه كيجي في الشكل زعما في المذاق ديالو، وكيجي في اللون ديالو مختلف على الفقاص العادي اللي مولفين كنوجدوه. انايا كنت في العيد الصغير وجدت يعني الفقاص العادي المغربي العادي المعروف، وقلت هاد العيد هذا علاش ما نديرش هكايا شكل اخر ديال الفقاص، ندير فقاص بالشكلاط كيف كتعرفوا. بزاف ديال الناس كيبغيو الانسان كيبغي هكا شي حاجه حلوه ديال الشكلاط وهذا، فجا زوين صراحه كيف ما تخيلتو جا زوين. صافي هنايا ذوبت واحد الكميه ديال الشكلاط، زدت عليها الزيت ضروري باش كنخفوها، غير هي كميه اللي هي قليله ديال الزيت ماشي بزاف، تقريبا واحد المعلقه. وصافي بقيت كنغطس هنايا النصف ديالو حتى كيجينا داك الشكلاط بحال زعما كنغطسو مايل، داك الشكلاط كنغطسو هكايا مايل كيف كيجي بحال هكا. صراحه عجبني هذا الفقاس هذا، جا في شكل مختلف. كنتمنى انكم تعجبكم الفكره وتجربوه، واذا جربتوه ردوا عليا في التعاليق وقولوا لي كيفاش جاكم هذا الفقاس هذا. وكان هذا هو الفقاس اللي شاركت معكم في الفيديو ديال اليوم. راه سريع في التحضير ديالو كيف شفتوا، يعني دغيا تيتخدم، غير هو كنتسناو عليه باش يبرد. اما زعما في التحضير ديالو صراحه دغيا كيتخلط ودغيا كيطيب. الا كنتي مازال ما وجدتيش هكا الحلوه ديال العيد، هيا واحد الفكره تقدري ديري الحلوه ديال العيد وتوجديها. صراحه جا زويون. وكان هذا هو الفيديو اللي شاركت معكم اليوم، كنتمنى انه يعجبكم. واذا عجبكم الفيديو ديال اليوم وعجبتكم الوصفه ديال اليوم، فما تنساوش ديروا جيم وتخليو لي واحد التعليق اللي يكون زوين. واما اذا كنتوا اول مره كتزوروني في القناه، فما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش تبقاو دائما توصلوا بالجديد. طاكم فيديو جديد ان شاء الله مع وصفه جديده. خليتكم على خير وبسلام عليكم ومبروك عواشركم.